اهلا بيك يا بطل يا ابو الابطال. بص على السريع كده، يعني على طول عايزين نبداوا الملخص الفيلم الجامد ده، ومش عايز اطول عليك. مبدئيا كده الحمد لله وصلنا 100 مشترك، والفضل كله يعود لله ثم عليكم لانكم داعميننا في كل مكان، ومعلش على تقصيرنا في تنزيل الفيديوهات. واوعدك ان الفيديو ده لو وصل 50 لايك وهو ملخص فيلم سوبرمان لنزل لك الجزء الجاي بسرعه على السريع في خلال يومين يا عم، مفيش احسن من كده. وعشان ما اطولش عليك اكتر من كده خلينا نبدا الفيلم. بيبدا الفيلم بسوبرمان وهو واقع على الجليد ومش قادر يتحرك بسبب ان هو كان بيوقف احتلال ما بين دولتين، وبسبب كده حصلت له اصابات كتيره، فبيصفر للكلب بتاعه وبيجي الكلب وبياخده ويوديه على العزله الجليديه اللي ما بتفتحش غير بوجود سوبرمان. اول ما بيخش هناك بيقابلوا 4 من الاليين وبيشيلوه وبيحطوه على سرير وبيبداوا يشغلوا له اشعه الشمس الصفراء عشان هي دي الحاجه الوحيده اللي بتعالج سوبرمان، وبيقولوا له انت عندك 14 عظمه مكسوره وحاجات كتير متدمره في جسمك، وبيشغلوا له رساله عشان تهون عليه من الوجع اللي هيشوفه. والرساله دي جايه له من اهله اللي ماتوا، وبيقولوا له بص يا ابني، احنا عارفين دلوقتي ان حاليا انت بتشاهدنا واحنا ميتين، ولكن احنا الكوكب بتاعنا بدأ يتدمر، فعشان كده احنا جبناك كوكب الارض، فعيش سلام وهناء. وبتفصل الرساله على كده بسبب ان هي ما وصلتش كامله وحصل لها تلف والنص التاني بايظ، وبيتعافى سوبرمان بنسبه 70 او 80%. فبيحاولوا يوقفوا الاليين ولكن هو ما بيسمعلهمش وبيطير. وراح الواحده اسمها انجيلا وبتكون ماشيه في الجليد وبتكلم لويس وبتقول له ان سوبرمان جاي لك في الطريق. بيقول لها ماشي، بيقول لها كملي بحث انت على العزله الجليديه وانا هتصرف مع سوبرمان. بتلاقي سوبرمان بقى بيقاتل واحد اسمه هامر، وهامر ده بيتحكم في واحد اسمه لويس، ولويس ده كاره سوبرمان من اول ما شافه وعايز يخربه باي طريقه. وبيكون لويس والهامر متفوقين على سوبرمان بسبب ان لويس هو اللي بيتحكم في هامر، وبهامر بيديله ضربه كده بيلزقه في الارض، فبيساعده واحد من الناس، واللي بيساعده ده بيكون اسمه انس، وبيكون اتعرف عليه لويس وبيقول له انت ليلتك سودا واخلص عليك عن قريب. وسوبرمان بيحاول ان هو يقوم عشان يكمل القتال ولكن للاسف ما بيعرفش يكمل القتال. نروح بقى ايه في يوم جديد، وبنعرف ان سوبرمان في حياته الطبيعيه اسمه كلارك، وبيكون شغال في صحيفه، وبيكون نشر ايه خبر ايه بتاع امبارح اللي هو قتاله مع هامر، وبيكون ايه في الجريده واحد كده بيقراها وبيكون قاعد ايه يشوف الاحداث اللي فبيخش كلارك جوه وبيكون اهله اتصل عليه فبيكلموه وبيقولوا له عاش عليك والله انت عامل شغل عالي، الجريده اللي انت نشرتها دي جابت حرفيا سمعت في كل مكان، فعاش عليك والله. بتقابله حبيبتي لويس وبتبارك له على الانجاز اللي هو عامله كبير، فبقول لها لا شكر على واجب. بيكون صاحبهم جاي قاعد وبيقول لهم ان بسبب قتال امبارح ده حرفيا المدينه تعرضت ل 20 مليون دولار خساره. بقول له ياه ده ياما قوي. وبيلاقي ان في خبر شغال ما بين دوله جاهنبور ودوله ايه بارفيا، وبنعرف ان دوله بارفيا ده رئيسها كان عايز يحتل جاهنبور، ولكن بسبب سوبرمان وقف الحرب ما بينهم. وبيقول رئيس دوله بارفيا لجاهنبور ما تقلقوش قريب باذن الله هنحتلكم، وبيقفل اللقاء على كده. نروح بقى ايه لعمنا ايه لوسر، وبنلاقي ان هو بيكلم ناس تقيله في البلد وبيقول لهم بقول لكم ايه انا عايزكم تدمعوا، بقول لكم ايه انا عايزكم تدعموا المشروع اللي انا شغال عليه، واللي هو مشروع جرانتس. جرانتس ده يعني يعتبر ايه ناس متحوله اليين على ناس خارقين على مش عارف ايه، ولكن هم يكونوا تحت سيطرته، وبكده هم يقدروا يحكموا حاجات كتير، ولكن هم بيرفضوا بسبب سوبرمان لانه عنده شعبيه ومش هيعرفوا يعملوا معاه حاجه، وبسبب برضك ان هو ايه ساعتهم كتير، فمن الاخر كده مش هيعرف يقنعهم. فبقول لهم براحتكم اللي انتوا عايزينه. نروحوا بقى لواحد تبع لوسر وبيكون بيطلق تنين غريب عشان يخرب في المدينه ويلهي سوبرمان. اما لوسر ايه يقتحم ايه العزله الجليديه بتاعت سوبرمان، وفعلا بيبدا لوسر ان هو يقتحم العزله الجليديه بتاعت سوبرمان، وبنلاقي ان التنين ده حرفيا تاني يوم بقى عملاق، وسوبرمان بيحاول ان هو يقتله وفي نفس الوقت ينقذ ارواح الناس، لدرجه ان هو بينقذ روح حتى سنجاب وبيبدا يقتله، ولكن بتوصل برضك معاه فرقه العداله وبيبداوا ان هم يقاتلوا مع الوحش. وبنعرف ان الفرقه ديت مكونه من 3 افراد، والثلاث افراد اول واحد اسمه جيري لانتر، وتاني واحد اسمه مستر ترافيك، اما تالت واحده اسمها هيك جيريل، وبيكونوا كلهم قاعدين يتقاتلوا. والحمد لله مستر ترافيك بيقدر ان هو يخلص على الوحش بالكنابل اللي هو زرعها جواه، وبكده بيكونوا لسه هينتصروا. ولكن بنعرف ان التواصل الاجتماعي وكمان في كل الشاشات في كل مكان بيبدا يتعرض عليها صوره سوبرمان، وبنعرف ان رساله اهله بتبدا تتذاع في كل مكان، والرساله دي محتواها ان هو يبدا يسيطر على العالم واي حد يقف في طريقه يخلص عليه. وبنعرف كده ان لوثر نجح ان هو يشوه صوره سوبرمان قدام الناس كلها، وبسبب اللي هو عامله ده بيكون كل الناس بتبدا تهاجم سوبرمان وهو ماشي، فبيخش كده في مكان لوحده وبيخش وراه فرقه العداله، وبيسالوا جرين لانتر بيقول له هل الرساله اللي هي اتبعتت دي صحيحه؟ بيقول له لا انا النص التاني يعني صحيح، ولكن النص التاني ده معرفش هو جه منين وهو هل هو صحيح ولا حتى مش صحيح. ويقول له بس اشهر مراجعين عرفوا ان الرساله ديت حقيقيه وما فيهاش حاجه. فاول ما بيفتكر بسرعه بيطير على العزله الجليديه وبيوصل هناك بيلاقي ان
شلالين متدمرين. واخر واحد بيكلمه بيقول له ايه اللي حصل، بيقول له انا حاولت احمل العزله الجليديه بس ما عرفتش. فبينادي على الكلب بتاعه ولكن الكلب بتاعه ما بيردش عليه، وبيعرف كده ان هو اتخطف. فبيروح على طول للاسر، هو بيقول له بقول لك ايه، ما تلفش وتدور وعرفني مكان الكلب. ولكن الاسر ما بيردش عليه وما بيعرفوش اي حاجه، وبيسيبه وبيروح عند حبيبته لويس وبيكلمها او بيقول لها بصي انا جيت عشان ايه اودعك بالمره، لان انا خلاص هسلم نفسي بكره. فبتقول له ليه هتسلم نفسك، انت اصلا يعني بريء. بقول لها انا عارف ان انا بريء ولكن الكلب بتاعي ضاع. بتقول له بس ده كلب. بقول لها ما هو الكلب ده انا وعدته ان انا هحميه حتى لو ايه باللازم. بتقول له خلاص اللي انت شايفه صح اعمله وانا واثقه فيك، وانا بحاول باذن الله احاول ان انا كمان الاقي ايه ورا لوسر ده اي حاجه مهمه انشرها. بقول لها خلاص ماشي. وبيكون في تاني يوم سلم نفسه لمجموعه لوسر، ولوسر بياخده وبيعدي بيه ببعد غريب كده، وبياخده عند واحد اسمه ماكس. وماكس ده عنده قدرات غريبه، يقدر يحول جسمه لاي حاجه هو عايزها، وبيسجنه معاه. وبيقول له بص يا ماكس انا عايز اقول لك على حاجه، لو ما نفذتش اوامري فانا هاذي ابنك. بيقول له انا عايزك تحول ايدك دي لكريبتو. تمام. والكريبتو ده هو الحاجه الوحيده اللي بتضعف سوبرمان وبتخلص عليه. نروح بقى لرئيس دوله بارفيا، وبنعرف ان هو قرر ان هو يشن الحرب على ايه دوله جاهنبور ويحتلها كمان. وبيكون اللي بيشاهدوا الخبر ده صحاب سوبرمان لويس وجاي وكمان ايه الرئيس بتاعهم، وبيكونوا مستغربين ان رئيس بارفيا عمل كده على طول. نروح بقى لوسر، وهو ايه كان جايب مين انس معاه عشان ايه يهدد بسوبرمان ويقول له على الاسئله اللي هو عايزها. ولكن سوبرمان ما بيتكلمش، فبيخلص عليه لوسر على طول من غير اي تفاهم. فبيبقى من كتر القهر اللي هو فيه سوبرمان بيبقى للاسف مش قادر يعمل حاجه، لدرجه ان هو بيعيط. حتى ماكس هو كمان من كتر الحزن اللي هو فيه بيعيط، لانه مش عارفين يعملوا حاجه الاتنين. وماكس مهدد بابنه، وبيسيبهم لوسر وبيقول لهم في المره الجايه انا بجيب حبيبتك لو ما جاوبتنيش على اللي انا عايزه. وبيسيبه ويمشي. نروح بقى لحبيبته لويس، وبنلاقيها ان هي راحت عند فرقه العداله، وبتكلمهم وبتقول لهم انتوا صاحبكم ده سوبرمان، ليه ما تجيش تنقذوه، ليه ما تدوروش عليه، انتوا مش فرقه واحده ولا ايه؟ ولكن ما بيردوش عليها، فبتسيبهم وتمشي. ولكن بيلحقها عمنا ايه مستر ترافيك، وبيقول لها انا جاي معاكي وعارف مكان هو فين. وفعلا بيروح على المكان هناك، وبيبداوا يخلصوا على الحراس اللي موجودين ويخش جوه. وبيكلم ماكس سوبرمان وبيقول له انا لو حاليا شلت الكريبتون وانقذتك هتعرف تنقذ ابنك. بيقول له اكيد انا هعرف انقذ ابنك. فبيشيل الكريبتون وبيبدا يستخدم اشعه الشمس عشان يشفي سوبرمان. وفعلا سوبرمان بيحرر نفسه وبيبدا ان هو ينقذ ابن ايه ماكس، ويبداوا هما الثلاثه يتحرروا ويخلصوا على الحراس اللي في المكان عشان يطلعوا. وبيكون في فضاء غريب يسحب سوبرمان وابن ماكس، ولكن على اخر لحظه بيقدروا ان هما يطلعوا من البوابه. وكمان مستر ترافيك وحبيبته لويس بيتقابلوا هما كلهم بيجتمعوا بعض. فعمنا ماكس بياخد ابنه وبيمشي، اما لويس وسوبرمان بياخدوهم وبيمشوا. اما عمنا بقى مستر ترافيك فده بيفضل في المكان عشان يحلله، وبيحاول ان هو ما يخليش البوابه دي تتفتح تاني، لانها لو اتفتحت هتدمر كل حاجه في الكوكب الارض. نروح بقى للويس ونلاقي ان هو امر رئيس بارفيا ان هو يبدا الحرب ويشنها حاليا. وفعلا بيبدا الحرب مع الشعب جاهنبور، وبنلاقي ان في عيل بيرفع علم سوبرمان او بيحاول ان هو ينقذه، ولكن بدون اي فايده لان الحرب بدات وكتير من ارواح الناس هتموت. نلاقي سوبرمان وحبيبته كانت خدته عند اهله الاتنين اللي متبنيينه، وبيكون نايم وبيصحى تاني يوم وبيقعد مع ابوه. وابوه بيقول له بص يا ابني انت الحاجه دي مش في ايدك، انا عارف انك انت متضايق بسبب الرساله اللي حصلت، ولكن انا عايز اقول لك على حاجه، انك تكون شر او خير من جواك فده حاجه ترجع لك. انت لو بتحب الخير وتنقذ ارواح الناس فانت هتعمل كده، اما لو بتحب الشر فانت هتسمع كلام رساله امك وابوك. وعشان كده انا عليا قلت لك كده، وانت يا ابني اعمل اللي عليك. وبيلاقي ان في نشره الاخبار عن الحرب اللي اندلعت بين الدولتين. وغير كده اول ما بيعرف لوثر كمان ان سوبرمان اتحرر هو وماكس، بيقرر ان هو يشغل البوابه ديت ويخليها جحيم على الكل. واول ما البوابه الزمنيه بتتفتح بتبدا تعمل شق غريب في المدينه. فبيكلموا مستر ترافيك وبيقول له بقول لك ايه بسرعه انا عايز منك مساعده نوصل لوثر عشان نوقفوا الشق ده. بقول له تمام. واول ما بيروح عند مستر ترافيك بيقابلهم اتنين، هامر والامراه المحوله. الامراه المحوله بتدي واحده لمستر ترافيك بتخليه يفقد الوعي، اما انجيلا فبتستخدم الماده اللي في جسمها وبتدخلها جوه سوبرمان. وبنعرف بقى ان على اجهزه لوثر ان سوبرمان لو ما شالش الماده ديت من جسمه فهيموت خلال كلها دقايق، وبسبب كده بيفضل يطير في الجو لدرجه ان هم بيفضلوا ماسكين فيه ومش عايزينه يهرب. ولكن هو بيفاجئهم وبيعمل ايه سقوط حر، وبسبب السقوط ده فبتموت انجيلا. وبسبب كده بقى سوبرمان بيعرف يطلع الماده اللي جواه لان ما عادش لها اي لازمه. وبنشوف هامر وهو بيقلع الدرع اللي عليه، وبنعرف ان هو شبيه سوبرمان. وبنعرف كده ازاي هو دخل العزله الجليديه بتاعه سوبرمان. بيقول له سوبرمان استخدمت الحمض النووي بتاعه. بيقول له ايوه. لقيت شعره منك في اخر حرب ليه واستخدمتها
انت وصنعت واحد شبه وحان وقت ان انا اخلص عليك بايدي. فبيقول له سوبرمان لو فضلت تحارب طول حياتك مش هتعرف. وبيبدأ سوبرمان يتقاتل مع هامر والاتنين بتكون قوتهم متعادلة بسبب ان هو ده الشبه ده، ولكن هامر بيبدأ يتفوق على سوبرمان بسبب ان لوثر بيتحكم فيه. وبيبدأ الكلب ان هو يكسر اجهزة الدرون لحد لوثر ما عادش شايف اي حاجة او بيبقى متعصب من اللي حصل. والحمد لله بينجح سوبرمان ان هو يخلص على هامر، وبكده بيكون خلص على هامر وبيبدأ ان هو عشان يمشي. ولكن بيقابله مجموعة من الحراس تبع لوثر، وبسبب كده بيبدأ يتشغل معاهم شوية. وبنروح للحرب اللي مندلعة بين برافيا وجاهنبور، وبنلاقي ان في عيل بيتمسك على اخر امل وبيحاول ان هو يرفع عالم سوبرمان. من ناحية بقى فسوبرمان بيكون خلص على الجنود اللي حواليه كله. نرجع بقى للواد اللي بيرفع العالم بتاع سوبرمان وكله كان بيشجع سوبرمان. بنعرف ان ماكس جاء مع فرقة العدالة وبدأ ان هم يحاربوا قوات برفيا، واما رئيس برفيا بيحاول يهرب ولكن بتقابل واحدة من العدالة وبتاخده بترميه وبتخلص عليه اخيرا، وبنخلص من الراجل اللي الزنخ ده. وبنرجع بقى لسوبرمان وبنلاقي ان هو مستر ترافيك وسوبرمان راحوا عند لوثر وبيكونوا ماسكينه وبيتكلموا معاه. فبيقول له لوثر بسبب كل الزهق والعصب من سوبرمان بيقول له انت هتفضل كائن فضائي وما عندكش مشاعر ولا حاجه. فبيتعصب على سوبرمان وبيقول له انا عندي مشاعر وزي البشر وبحس وبعمل كل حاجه بقدر عليها عشان احمي ارواح الناس، اما انت فانت بتدمر ارواح الناس بدون اي معنى، فبالعكس كده انت هو الفضائي ذات نفسه. وبيجي الكلب وبيفضل يعضعض في لوثر وبينجح مستر ترافيك ان هو يوقف الشرخ قبل ما يدمر كتير من الناس. وبنروح في مكان تاني وبنعرف ان لوثر وكمان جي عرفوا ادله من حبيبه لوثر ذات نفسه لانها بتحب صاحبنا جي، وبيكونوا خدوا منها معلومات وكشفوا حقيقه لوثر كلها، وبالادله اللي هم معاهم نشروها في كل مكان. والناس بدات تعرف حقيقه لوثر وبتعرف ان هو كان بيحاول بيحاول يبوظ سمعه سوبرمان، وبسبب كده سوبرمان رجع لحياته الطبيعيه وكمان الناس بدات تحبه اكتر واكتر. وبيكون هنا يا اخواتي المشاهدين وصلنا لنهايه فيلم سوبرمان. لو عجبك الفيلم حط لايك واشتراك جميل وكومنت كده، ويلا سلام.